بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ريت يا جماعة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بمشاركة على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي. طبعا أنا زهقت وتعبت ونفسيتي تعبت إن أنا كل شوية بقعد الناس الاشتراكات واللي ليه بقى. أنا بقدم لك حاجة، أنا بقول كل الناس اللي الإعلام الرياضي في مصر بالنسبة لي كلاب فشل كلهم. كل الإعلاميين من شوبير لمدحت شلبي مجدي عبد الغني أحمد حسام ميدو بركات، كل الناس دي بالنسبة للإنجكشن فشل. ليه؟ أنا بكلمك على كرة عشان بديك معلومة أو أقول لك إيه الصح أو الكلام ده كله، وأنت برضو مش عايز تفهم، فدي إيه حاجة أنت حر. دي وجهة نظرك، واخد بالك إن أنت مش عايز تفهم أي حاجة ديت. بس أنت أنا بفهمك العلم بالشيء ولا الجهل بيه، إن أنت تعرف اللي قدامك ده ب مدحت شلبي وشوبير وميدو ومجدي عبد الغني، البلعوطي والّا اسمه إيه أبو الصوت اللي مركّب كلب معفّن في زوره ده، أبو المعاطي زكي، والتاني اسمه إيه ده مش عارف بتاع قناة الشمس ده والّا قناة القمر. بالنسبة ليّا صفر وصفر على الشمال. طبعًا أنا النهارده عايز أوضح لك وجهة النظر بس مش أكتر. هاتكلم النهارده على عدة مواضيع مختلفة. أول حاجة أتكلم فيها على الحلقة بتاعة سيد عبد الحفيظ مع إبراهيم فايق وأحمد عفيفي. طبعا هي الناس أصلا زبلانشات مش فاهمة أي حاجة ولا هتفهم أي حاجة، تمام؟ بس هي الناس عايزة إيه؟ تطلع بس ترند، عايزة الناس تقعد تتكلم، الناس تتلاقى في أي حاجة وخلاص. بس أنا طبعا أنا من وجهة نظري إن أنا بقول أنت عايز تكسب وعايز تكون كويس، بعيد عن إن الحكام بتجاملك أو كل واحد التاريخ وسنة 54 و52 و53 والكلام ده كله. لأ، أنت عايز تبقى النهارده كويس، هتتعب وتشتغل ويبقى عندك لعيبه، واللعيب يبقى في قرارة نفسه ان هو عايز يكسب ويشتغل على نفسه ويبعد بعيد عن النجوميه وعن الفزلكه وعن الشهره وعن الترندات والكلام ده كله. انك انت طبعا اللي بتحكم فيك النهارده في البطولات اللعيبه، واللعيبه طبعا عايزه تسهر وعايزه تمشي غلط والكلام ده كله. النهارده الحلقه اللي اتعملت، الكلاب بتوع الفيس قاعدين يتكلموا ومين اللي كسب ومين اللي قصف جبهه مين ومين اللي قال ومين والكلام ده كله. بس انا شايف ان الموضوع طبعا الناس مش فاهمه اي حاجه. ليه خرفان؟ الناس اصلا عبء، ناس متقنقنين. الناس ديت ناس متقنقنه. افهمها انت بقى زي ما انت عايز تفهم. متقنقنه ديت ايه؟ زي اللي هي ملهاش شرف افهمها برضو زي ما انت عايز. فكره النهارده حلقه واتعملت، الناس طالعه تتكلم بلغه الارقام والزمالك عمل والزمالك ما عملش والاهلي كسب والاهلي راح والكلام ده كله. كل دي حاجات وعدت وخلصت والكلام ده كله. بس الفكره كلها ان الناس عايزه تعمل فتنه وتعمل مشكله بدون مشكله بين الجماهير وبين بعضها، وخصوصا طبعا الطاقم الاسباني اللي هو يدير مباراه القمه. طبعا انا بقول مفيش حجه في الحكام، او انا مش هلعب في السعوديه او العب في مصر او الكلام ده كله. اللي عايز يكسب هيلعب في اي مكان. بلاش حته التوجس والخوف وانا بقول ان النادي الاهلي ونادي الزمالك كده بيبوظوا الدوري. كده كده الدوري بيبوظ اكتر ما هو بايظ. فمين اللي اتحاسب؟ الاهلي فاشل والزمالك فاشل في حته ان الدوري يمشي بمساره ووضعه الطبيعي. ده انا من وجهة نظري. الاثنين مشتركين في الكلام ده كله. الحاجه اللي انا هتكلم عليها برضو في الحلقه ديت، واتمنى ان الناس تكمل للاخر، ان طبعا انا بقول الكابتن محمود الخطيب ده فاشل. الكابتن محمود الخطيب فاشل، وفاشل فرق فشل ذريع. اول حاجه انت النهارده البطولات اللي انت خدتها والكلام ده كله، انا بس مش عايز اكرر الكلام، بس هوضح وجهة النظر في حاجات معينة. انت النهارده ما انتش عارف تجيب فروة افريقي متميز ولا عارف تجيب جناح افريقي متميز. وعلشان انت راجل فاشل وبتعتمد على البدل والجرافطات والكلام ده كله، جبت امير توفيق مدير تعاقدات. اولا امير توفيق ده اصلا ما ينفعش يشتغل في سوبر ماركت يبيع مثلا شيبسي ونايتي وبسكوت وكلام من ده. أنا من وجهة نظري ان هو يبقى ماسك في النادي الاهلي. فطبعا ده حاجه انا مستاء منها كواحد مثلا بيحب الكوره والكلام ده كله. ازاي واحد زي ده يبقى هو مدير التعاقدات في النادي الاهلي؟ اعتقد ان في ناس اقدر بالمكان ده منه. الصفقه بتاعت زين الدين بالعيد، طبعا الراجل بعد ما الصفقه ما كانت قاب قوسين او ادنى تبقى جوه النادي الاهلي، الراجل مشي. الدنيا عرفت ان الاهلي بيفاوض الراجل والمفاوضات ما جاتش في السر والكلام ده كله. فطبعا ده بلس ان انت ما انتش عارف تجيب مهاجم، ما انتش عارف تجيب جناح متميز.
يكون صغير في السن، الدرجه التهديفيه بتاعته عاليه. لجنه الكره اللي انت يعني جيت وعملتها او انتدبتها جوه النادي الاهلي بقياده محسن صالح والناس ديت لا تصلح ولا بتفهم حاجه في كواليتي اللعيبه، وانت يا كابتن الخطيب اصلا ما بتفهمش حاجه في كواليتي اللعيبه، لانك انت لو بتفهم تمام كنت انتدبت لعيبه على اعلى مستوى. بعيدا بقى عن النادي الاهلي، جاب حمدي فتحي وجاب امام عاشور ومشى يمين وجاب ياسر ابراهيم وجاب اليو ديانج والكلام ده كله. انا بتكلم على الحته الهجوميه. النادي الاهلي لم ينتدب لاعب سوبر فيها لحد دلوقتي، لا جناح ولا فرود ان هو يشيل النادي الاهلي، وخصوصا ان النادي الاهلي مطالب بطولات كتير، وطبعا بلس المشاركه في الكونكاكاف والانتر كونتيننتال وكاس العالم للانديه، ده محتاج لاعيبه ومحتاج لاعيبه على اعلى مستوى. ده من وجهه نظري. اتمنى ان موضوع الحلقه يكون نال اعجاب حضراتكم. ما تنسوش حضراتكم تدعموني بالمشاركه على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي، وما تنسوش كلمه السر انجكشن مستمر. وتحياتي للجماعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.